حبايبنا ابطال تاني اعدادي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى ان شاء الله صديقي جاي لك كده بشويه خرايط نحاول نحلهم مع بعض، عشان عارف ان دول البعبع بتاعك بتخاف منهم جدا، اول ما تشوف خريطه تطلع تجري. فالموضوع مش صعب، الموضوع عايز بس تركيز. طبعا انت لو حافظ الدول انا عارف انها صعبه عليك والمنهج كبير عليك، ومعلش حقك علينا احنا بقى نعمل ايه طيب، ولكن احنا لازم نتعامل مع الموقف ولازم نتدرب على الخريطه. تمام. وان شاء الله برضك لو انت محتاج الخرايط ديت PDF هتلاقيها موجوده عندنا في قناه الواتس بتاعتنا لو عايز تحملها. طيب فين قناه الواتس يا مستر؟ هتلاقيها موجوده عندك يا صديقي في الوصف تحت الفيديو. تمام. السبسكرايب بتاعك الجميل ويلا بينا. قدام يا مستر هنا خريطه يا صديقي، في البدايه اسيا واوروبا. اسيا ومين؟ ادي اسيا وادي اوروبا. طيب تعالى يا مستر كان نشوف هو جايب لنا ايه. بيقول لك دوله بها مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مستر دي السعوديه. بص انا حافظ خلاص اهو. طب تعال نجيبها معلش. ادي يا حبيب قلبي المنطقه دي كده الجميله دي. تمام. اسمها السعوديه. اسمها ايه؟ السعوديه. طب يا مستر تعالى يلا نكتب الكلام ده. ادي السعوديه. بعد كده بيقول لك دوله تشتهر بالصناعات التحويليه الثقيله. رقم 2 تعالى نشوف كده ندور. تعالى يا مستر رقم 2 فين يا صديقي؟ اهي عاملها لي على الدوله الجميله ده ها. طب يا مستر دي اسمها ايه؟ دي دوله فرنسا. دوله مين؟ فرنسا. تعالى يلا نكتب الكلام ده. ادي فرنسا. مصر دولة تعد أكبر قوة صناعية في العالم، الصين، صح؟ من غير ما أرجع أطلع الخريطة، طب تعال نرجع. آدي يا مستر رقم 3 الصين، آدي الصين بص دولة كبيرة جدا أهي زي ما أنت شايف حضرتك أهي. آدي هي الدولة الكبيرة ده. بحاول أحددلك عليها عشان تعرف يعني إيه تبقى تذاكرها. أهي. قشطة؟ طيب آدي يا مستر دولة اسمها الصين. بعد كده بيقول لك أولى الدول الأوروبية في خدمات التوصيل الرقمي، ألمانيا. ماشي تعال نشوفها بقى يلا مع بعض. ادي يا صديقي تعال. ادي يا مستر دوله هنا اهيت لازقه في فرنسا على طول، جنب فرنسا على طول. تمام. اسمها دوله مين؟ المانيا. ادي دوله المانيا. بعد كده بيقول لك اولى دول العالم من حيث نسبه كبار السن. هتقول لي اليابان وكوريا الجنوبيه. طب تعال طبعا ده رقم كام عشان بس تفتكر معانا، ده رقم 5. تعال اهوت رقم 5 يا صديقي. ادي يا مستر جزر اليابان اهي اهي المنطقه دي كده. طيب ادي يا مستر دوله اسمها اليابان. خلي بالك ممكن يجيب لك كمان كوريا الجنوبيه. تمام. اللي هو مشاور عليها رقم 7 بس ليها حل تاني يعني. بعد كده بيقول لك اولى دول قاره اسيا انفاقا على التعليم، عمان. بعديها الكويت. هو عايز الاولى يبقى عمان. تعال نشوفها برضه. ادي يا صديقي رقم 6 اهي اهي تحت السعوديه على طول. تمام. طيب ادي يا مستر دوله عمان. يعد الانحناء طريقة أساسية للتعبير عن الاحترام والتقدير بدولة إيه؟ كوريا الجنوبية. تعال نشوف مع بعض أهي رقم 7 عامل لي بص حتة صغننة أهي كوريا الجنوبية. الحتة اللي فوقيها على طول ده اسمها كوريا الشمالية. تعال يلا نكتب. آدي كوريا الجنوبية. بعد كده بيقول لك تشتهر صناعة الزجاج كحرفة تراثية فين؟ مصر على حسب بقى هو عايزها فين، بس هو غالبا هنا هيقول لك اوروبا فاكيد هتبقى ايطاليا. تعال نشوف رقم 8 اهي يا صديقي اهي اهو كده اهي. تحسها شبه البوت، عارف انت الجزمه؟ ايطاليا شبهها كده بالظبط. تمام. تعال نكتب يا صديقي اهيت ايطاليا. بعد كده بيقول لك اولى دول قاره اسيا في تلبيه الابقار هي مين؟ الهند. تعال يلا نشوفها. ادي يا مستر دوله الهند اللي شبه رقم 7. شبه رقم ايه؟ 7. ادي يا صديقي. تمام؟ تعالى نكتب يلا. ادي الهند. بعد كده اهم الدول الاوروبيه انتاجا للقمح وتربيه كمان الابقار. هتلاقيها يا صديقي اهون. دي دوله روسيا يا صديقي فوق اهي. بص يا حبيب قلبي. هي الدوله الكبيره قوي اللي فوق ده اهي اهي. اكبر دوله عندها يا صديقي في اوروبا. ادي وضع الجزء ده كمان اهو 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 اهو. دي كلها كده اسمها مستر مين؟ روسيا. تعال نكتب يلا روسيا. بعد كده يا صديقي بيقول لك دوله اوروبيه خرجت من الاتحاد الاوروبي، بريطانيا. تعال نشوفها. ادي يا مستر دوله بريطانيا هي فوق. تمام.
تعالى يلا بقى نكتب دولة بريطانيا. تمام يا صديقي؟ سهلة جدا، انت لو حافظ اسامي الدول هتلاقي الموضوع سهل معاك، ولكن برضك لو في حاجات بتقع منك حاول تتدرب على الخريطة اماكن الدول فين. تعال نخش كده على الخريطة الثانية. بيقول لك تاني دول العالم انتاجا للقمح يا صديقي، هي مين؟ احنا قلنا مصر القمح لو هنتكلم عليه في العالم، الاولى الصين، الثانيه الهند. تعالى ادي يا مستر دوله الهند تاني رقم 7 اللي قلت لك عليها اهو. تمام، شبه المثلثه دي. قال لي يا مستر دوله اسمها الهند، دوله بها مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لسه قايلينها. بنوته شاطره كده هتقول لك يا مستر دي دوله اسمها دوله السعوديه. طيب ادي دوله السعوديه. بعد كده الدولة التي تنتج ربع إنتاج العالم من الشلم، ألمانيا. دولة ألمانيا. تعالى لسه مطلعينها من شوية أهي أهي أهي. تمام؟ تعالى يلا نكتب ألماني. بعد كده بيقول لك دولة ظهرت فيها الثورة الصناعية الأولى، بريطانيا، لسه مطلعينها من شوية أهي يا مستر. تمام؟ تعالى نكتب يلا بريطانيا. طبعا لو حافظ زي ما قلت لك هتريح نفسك. دولة تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد السائحين يا صديقي. الدولة اللي جنب ألمانيا على طول اسمها إيه؟ فرنسا. أهي يا مستر فرنسا أهي. يلا بينا. طبعا تيجي بعدها أسبانيا يعني. بعد كده دولة تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المواقع السياحية في قارة أوروبا. صاحبي من حيث أوروبا مستر عندي فيها مواقع هي دولة إيطاليا. أهي دولة إيطاليا لسه قايل لك عليها أهي. أهي يا صديقي أهي. تمام؟ ادي دولة ايطاليا. مستر طب لو سألني في اسيا مين اكبر الدول يا مستر اللي عندها مواقع تراثية؟ هنقول له الصين. تمام؟ فانا عندي مستر اكتر المواقع التراثية في اسيا في الصين. طب يا مستر في اوروبا في ايطاليا. تمام؟ بعد كده يلا نكتب بقى هنا نشوف يا مستر هو عايز مننا ايه، بس خلي بالك هنا الراجل في الخريطة دي هو عايز منك تكتب له انت الارقام. دي بقى الخريطة اللي انت بتقعد تعيط منها حرفيا بمعنى الكلام. تمام؟ احنا هندور على الرقم، يعني معنى كده انت تكون حافظ اسم الدولة وتروح تجيب الرقم بقى على الخريطة. أولى الدول الآسيوية في تربية الأبقار لسه قايلين الهند. تعالى ادي دولة الهند يا مستر. تمام؟ اهي. معاها رقم كام يا مستر؟ رقم 3. ده 3 دي 3. تمام؟ لأن 2 فوق اهي. طيب بعد كده بيقول لك 2 دولة آسيوية تركز بها تربية الإبل. مستر أنا عندي يا إما السعودية يا إما عندي باكستان. تعال نشوف. آدي السعودية. طب السعودية مع رقم كام؟ رقم 1. آدي رقم 1. أولى دول قارة أوروبا في امتلاك المراعي الطبيعية. المراعي الطبيعية أكبر دولة روسيا. أكبر دولة مين؟ روسيا. مع رقم كام؟ 2. أهي بص روسيا قلت لك عليها من شوية اللي هي الكبيرة قوي ده. أهي. تمام؟ بحاول بس ان انا ايه اعلم لك عليها بحيث انت تقعد تذاكرها شويه. طيب يبقى رقم 2. بعد كده تاني الدول الاسيويه في تربيه الدواجن. ركز بقى معايا. الدواجن قلنا الصين بعدها اندونيسيا، فهو عايز الكام؟ الثانيه، يبقى اندونيسيا. تعالى ادي يا مستر رقم 5 اهوت، عامل لك على جزر اندونيسيا اهي. اهي جزر اندونيسيا اهي. اهي. تمام؟ المنطقه دي. طيب يا مستر يبقى شايل رقم كام؟ شايل رقم 5. دولة بقى مقر رابطة أسيان. مصر هي رابطة أسيان موجودة فين؟ قال لي يا صديقي في مدينة اسمها بانكوك، في دولة اسمها تايلاند. تعالى تايلاند اهي يا صديقي. تعالى تايلاند اهي. معاه رقم كام؟ 7. ادي رقم 7. تمام؟ فهنا في الخريطة ديت لازم تكون حافظ يا صديقي اسم الدولة. تمام؟ وبناء عليه هتضطر غصب عنك تاخد يا مستر اسم الدولة تروح تدور عليه في الخريطة. تمام؟ بعد كده يا صديقي بيقول لك هنا من اكبر الدول الاسيويه من حيث مساحه الاراضي الزراعيه الهند. مساحه الاراضي الزراعيه الهند. ادي يا مستر دوله اسمها الهند. يا مستر ما تبص على الخريطه احتياط. تعال موريها لك يا عم. ادي الهند اهي. خلاص بقى بالله عليك ما تنساهاش يعني. طيب دوله تنتشر بها الزراعه الواسعه. تعال نشوف رقم 2 يا عم مش هزعلك. فين رقم 2؟ ادي هات يا مستر رقم 2. دي اسمها ايه يا مستر؟ قلنا اسمها ركز في الاسم كازاخستان. كذا ايه؟ خستان. اوزبكستان تحتها الصغيره ده.
تمام؟ طيب اكبر دول العالم في انتاج القمح، قلنا الصين، وقلنا الصين يا مستر اهي مكانها اهو، الدولة الكبيرة ده ها. تمام؟ يبقى انا عندي يا مستر الصين. بعد كده بيقول لك اولى الدول الاسيويه في انتاج بنجر السكر. تعالى دوله اسيويه يا مستر عامله شبه المستطيل، اسمها دوله ايه؟ تركيا. بعد كده تاتي في المرتبه الاولى عالميا في زراعه المطاط تايلاند، لسه مطلعينها من شويه وقلت لك اهي في الحته ده تحت الصين على طول، تحت الصين على طول، اسمها دوله تايلاند. دوله تتركز بها تربيه الابل يا صديقي. تعالى انا قلت لك يا حبيب قلب الابل هتلاقيها موجوده عندك في السعوديه او هتلاقيها عندك فين؟ في باكستان. طيب السعوديه معايا يا مستر وباكستان برضك معايا، فانت كده يا صديقي هتختار مين؟ باكستان. ليه يا مستر اختار باكستان؟ لان يا صديقي عندك سؤال تاني على السعوديه، تمام؟ هنعرفه كمان شويه. فانت هنا عندك يا صديقي هختار ان هو باكستان. ادي يا مستر باكستان. تمام؟ طيب دولة بعد كده بقى صناعات يا صديقي خشبية. تعالى مستر بص، هي الدولة ديت فيها حتة من اهو كده وفيها حتة من اهو، دولة مقسومة نصين أساسا. تمام؟ اسمها دولة ماليزيا. دولة اسمها إيه؟ ماليزيا، فوق إندونيسيا على طول، يعني فوقها على طول. دولة بعد كده بيقول لك بقى صناعات تحويلية يا صديقي ثقيلة. تعالى ادي رقم 8 يا مستر اهي، دي اسمها إيه؟ لسه قايلها من شوية، اليابان. دولة تقع بها مدينة البتراء، المفروض تبقى حافظها، الأردن. طب تعالى يا مستر فين الأردن؟ أهي الحتة ده كده الصغننة ده، الراجل مش هقول لك عليها اهي يا صديقي، اسمها دولة الأردن. بعد كده بيقول لك دولة بقى مقر مجلس التعاون دول الخليج، ركز معايا عشان بتيجي كتير زي ما أنت شايف أهو. قلنا يا مستر ديت السعودية، أدي السعودية يا مستر. تمام؟ أدي السعودية. عرفت ليه بقى أنا هنا ما اخترتش السعودية؟ عشان لسه ليا سؤال تاني. قشطة؟ بعد كده بيقول لك اكبر دول القاره من حيث مساحه الاراضي الزراعيه. مستر ديت قاره مين؟ دي قاره اوروبا. طيب يا مستر مين بقى اكبر دوله؟ عندي روسيا يا صديقي. ادي روسيا اهي، بقيت روسيا اهي المنطقه دي كده. تمام؟ تعالى اهي يا صديقي كده بقيت روسيا اهي. تمام؟ ومكمله بقى معاك جوه اهو كده. تمام؟ اللي هي الحته دي. بعد كده بيقول لك 2 دوله تنتشر بها الزراعه الواسعه. بص دوله لازقه على طول في روسيا اهي، الدولة ده كبيرة شوية اهي، اسمها دولة ايه دي؟ اوكرانيا. اوكرانيا. بعد كده بيقول لك من اهم الدول الاوروبية في زراعة يا صديقي القمح. تعالى ادي يا مستر دولة اهي، اسمها دولة ايه دي؟ بنت شطورة كده هتقول لك يا مستر دولة فرنسا. دولة مين؟ فرنسا. يا اما انت هتكون حافظها يا اما تكون عارف مكانها. بعد كده بيقول لك دولة يوجد بها صديقي الزراعة المختلطة، دولة ألمانيا. تعال هتلاقيها جنب فرنسا على طول زي ما أنت شايف كده أهو. تمام؟ تعال يلا نكتبها، ألمانيا. بعد كده بيقول لك أكبر الدول الأوروبية في زراعة الأرز، هتلاقي دولة إيطاليا. أهي يا صديقي إيطاليا أهي. تمام؟ اللي هي شبه قلت لك إيه؟ شبه البوت أهي، شبه الجزمة. تمام؟ قال لها مستر ديت دولة مين؟ إيطاليا. دولة قامت فيها الثورة الصناعية الأولى، قلنا بريطانيا. ادي يا صديقي ده. تمام؟ هي معدية من اهو كده. قشطة؟ دي يا مستر اسمها بريطانيا. مستر أنت سبت حتة ليه هنا كده؟ دي اسمها إيرلندا. اسمها إيه؟ إيرلندا، الحتة اللي بره ده. بعد كده دولة يوجد بها صناعات خشبية يا صديقي. رقم 7 دي دولة اسمها يا مستر في الجزء ده كده، دي دولة اسمها السويد. دولة اسمها ايه؟ السويد. بعد كده بيقول لك دولة يوجد بها قصر الحمراء، اسبانيا اهي، ادي اسبانيا يا صديقي. ادي يا مستر دولة اسبانيا. بعد كده بيقول لك دولة يوجد بها حديقة فاتنا كوكول الوطنية، فوقها يا صديقي الجزيرة اللي فوق ده اسمها جزيرة ايسلندا. علم بقى التلات دول جنب بعض. تمام؟ هتلاقي دولة هنا اسمها ايه؟ اسبانيا، بعديها فرنسا، بعديها المانيا. تمام؟ عشان بيجوا كتير. بعد كده بقى يا صديقي بيقول لك هنا المحيط الهندي يشار اليه بالرقم ايه؟ تعالى بقى هنا. بص يا حبيب قلبي،
هنا برضو كان يا مستر عايز ارقام. عايز ايه؟ ارقام. المحيط الهندي معاه رقم كام؟ تعال ادي يا مستر الميه ده ها، في هنا اهوت رقم اسمه رقم 3 صح؟ فهحط له رقم 3 انا اهو، محيط هندي. طيب بعد كده اولى دول العالم من حيث عدد السكان يشار اليها بالرقم كام؟ اكبر دوله فيها عدد سكان قلنا اسمها دوله الهند. ادي يا مستر دوله الهند الجميله اهي. تمام؟ عندي شايل رقم كام؟ 4. الدولة التي تعد محطة للهجرات الغير شرعية المتجهة لدول الخليج العربي. بص يا حبيب قلبي، الناس بيطلعوا من عندنا من افريقيا، تمام، من اثيوبيا والصومال، وبيروحوا ياخدوا يا مستر يطلعوا من خليج عدن، وبعد كده يطلعوا على اليمن. يطلعوا على فين؟ على اليمن. تعالى ادي يا مستر دولة اليمن اهي. ده تمام؟ شايل رقم كام؟ 8. فين بقية الأسئلة؟ تعالى نجيبها يلا. السهول ذات الكثافه السكانيه المرتفعه يشار اليها بالرقم كام؟ بص بيقول لك سهول، يبقى هنجيب سهول فيضيه يا مستر. تعالى كده ندور، هتلاقي يا حبيب قلبي هنا اهوت عندك سهول نهر اسمها نهر اليانجتسي موجوده في الصين، معاها رقم 7. تعالى نكتب يلا هناك رقم 7. بعد كده بيقول لك تاتي طيارات الهجره الغير شرعيه لقاره اسيا من الدوله المشار اليها بالرقم كام؟ احنا قلنا يا جماعه الهجرات الغير شرعيه بتيجي من افريقيا، من اثيوبيا والصومال صح؟ تعالى يلا نشوف. قال لك بص في دولة هيت اهو اهي، ده مع رقم 6 اسمها اثيوبيا. طب لو شاور لي يا مستر على اللي جنبها اللي شبه حرف الدال دي الصومال. تمام؟ تعال نكتب يلا رقم 6. رقم 6. الدولة التي تعاني من انخفاض معدلات المواليد هي الدولة المشار إليها بالرقم إيه؟ وعندهم كمان زيادة في كبار السن. زياده في كبار السن، يبقى يابان وكوريا، كوريا الجنوبيه. طب تعالى نشوف كده مع بعض يلا. قال لي يا صديقي يلا بينا. ادي عندك يا مستر واحده هي صغننه مع رقم 13 اسمها كوريا الجنوبيه. كوريا ايه؟ الجنوبيه. ادي يا صديقي نحط لها رقم 13. بعد كده صديقي بيقول لك منطقه ذات كثافه سكانيه منخفضه ونادره يشار اليها بانه رقم. قال لي مثلا ممكن تلاقيها وليكن مثلا المناطق الصحراويه، ممكن تلاقيها مثلا زي شبه جزيره اسكندنافيا، او هتلاقي مثلا عندك سهول سيبيريا. طب تعال ندور كده على واحده فيهم. تعال. قال لي يا مستر معاه رقم 5 شبه الجزيره العربيه. معاه رقم كام؟ 5. تعال نكتب رقم 5. من الدول الاسيويه التي تنخفض بها نسبه الانفاق على التعليم يشار اليها برقم كام؟ اندونيسيا وتايلاند. اندونيسيا وتايلاند. تعال نشوف بقى مين يا مستر فيهم موجود. تعال كده يا صديقي. قال لي هات رقم 2. مش هقول لك بسهم اهو. تمام؟ يبقى كده مستر اختار دولة اندونيسيا. اندونيسيا رقم 2 اندونيسيا. اعلى دول قارة اسيا انفاقا على التعليم قلنا عمان، بعدها الكويت. تعالى يلا. يا صديقي مش هقول لك عليها الراجل اهو برقم 1. تمام؟ دي الدولة اسمها عمان، يبقى رقم 1. بعد كده دولة تشتهر بصناعة السجاد اليدوي. تعالى يلا نشوف السجاد اليدوي يا مستر عندي مين؟ قال لك يا حبيب قلبي هتلاقي عندك دولة اسمها الهند ودولة اسمها ايران، صح؟ طب يا مستر ما احنا الهند اصلا خدناها مرة، يبقى تختار يا صديقي دولة اهوت اسمها ايران معاها رقم 11. تعالى يلا نكتب رقم 11. ديت ممكن تكون من الخرائط الصعبة شوية اللي بتقابلك، اللي هي بتاعت الارقام دي، ولكن ان شاء الله يعني ما يجيبلكش ارقام باذن الله، ولكن عشان كده بنقول لك لازم تحاول تحفظ الدول وتعرف اماكنها على الخريطة. تعال بعد كده يلا. امامك خريطه لقاره اوروبا، اكتب ما تدل عليه الارقام. 1 البحر ايه؟ بحر تحت اهوت في جنوب اوروبا، ده البحر اللي احنا حافظينه من زمان جدا اسمه البحر المتوسط. تاني دول القاره من حيث عدد السكان يا صديقي. تعالى قلنا اول دوله روسيا، الثانيه المانيا. ادي دوله المانيا. دوله مين؟ المانيا. من اكتر دول القاره استقبالا للمهاجرين غير شرعيين. قال لي عندي 2 اليونان وايطاليا. تعال نشوف انهي واحده فيهم بقى اللي معانا. الراجل مشاور لها مستر اهوت بالسهم عندك على مين؟ على رقم 3 على دوله اسمها ايطاليا. دوله اسمها ايه؟ ايطاليا. تعال ادي يا مستر دوله ايطاليا. امال فين اليونان يا مستر؟ بص اليونان اللي جنبها على طول اهي، اليونان اللي جنبها على طول. تمام؟ بعد كده بيقول لك منطقه ترتفع بها الكثافه السكانيه يا صديقي، اللي هي باللون البينك ده الكبيره ده اسمه السهل الاوروبي العظيم. اهي منطقه السهل
الأوروبي العظيم، سهول فيضية فبيتركز فيها السكان بدرجة مرتفعة. منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة ونادرة، عاملها لي فوق هي مصر، اسمها ايه؟ لسه قايلك من شوية، شبه جزيرة اسكندنافيا. تاني، شبه جزيرة اسكندنافيا. دولة تشتهر بالفنون الموسيقية التقليدية، لسه كنت قايلك عليها برضك من شوية، هي جنب بريطانيا، بص الحتة ده ها. تمام؟ اسمها يا مصر، اسمها ايرلندا. اسمها ايه؟ ايرلندا. طب اللي جنبها ديت اسمها بريطانيا ده ها. تمام؟ بعد كده دولة تشتهر بها صناعة الفخار اليدوي يا صديقي، رقم 7 هتلاقي دولة اسمها اسبانيا، ادي دولة اسبانيا اهي. تمام؟ ادي يا مستر دولة اسبانيا. بعد كده يا صديقي معانا خريطة تانية، تعالى يلا نبدأ كده نشوف ايه الكلام فيها. بيقول لك البحر رقم 1، تعالى نشوف ده البحر ايه. يلا رقم 1 هنا لسه احنا قايلين ان هو مستر كده ده اهو اسمه البحر المتوسط. تمام؟ طيب تعالى نكتب يلا، ادي البحر المتوسط. طيب دائرة عرض رئيسية، تعالى رقم 2، ادي يا مستر رقم 2 دي اسمها دائرة يا صديقي دائرة الاستواء اهي، بالعرض اهي. تمام؟ لو هتتلخبط فيها علمها بحاجتين، يا اما هتلاقيها بتعدي في نص افريقيا هي، يا اما هتلاقيها عندك في جزر اندونيسيا. جزر مين؟ اندونيسيا، تحت الهند على طول اهي. طيب تعالى نكتبها يلا، دائرة العرض الرئيسية اسمها الاستواء. تاني دول العالم من حيث عدد السكان، اكيد الصين، ادي يا مستر دولة الصين تاني اهي، عملناها تاني مرة او تالت مرة. تمام؟ اكتب لي يلا صديقي دولة الصين. من اكتر الدول الاوروبيه استقبال للمهاجرين غير الشرعيين، قلت لك واحده من الاثنين، يونان يا اما ايطاليا. تعالى قال لي يا مستر رقم 4، الراجل مشاور لي المره دي يا صديقي على دوله اسمها اليونان. دوله اسمها ايه؟ اليونان. تعالى نكتب يلا، ادي اليونان، يبقى جات لنا مره ايطاليا ومره اليونان. دوله ينخفض بها نصيب الفرد من الميه العذبه، الهند، في اخر 50 سنه. تعالى نكتب يلا، ادي يا مستر رقم 5، دوله اسمها ايه؟ الهند. تعال نكتب يلا الهند. بعد كده بيقول لك اولى دول العالم من حيث نسبه فئه كبار السن، قلت لك 2، يابان يا اما كوريا الجنوبيه. تعال نشوف، الراجل عاملها لها هي يا مستر رقم 6. تمام؟ ديت اسمها اليابان. يلا نكتب، ادي يا مستر اليابان. منطقه ترتفع بها الكثافه السكانيه، تعال ندور كده على مناطق فيها كثافه سكانيه مرتفعه. تعال يا صديقي، قال لك رقم 7، بص الحته اللي تحت خالص ده، اللي تحت اندونيسيا على طول، مستر دي اسمها ايه؟ بنت شطوره كده ولا واد شاطر قوي هيقوم قايل لها مستر ان ديت اسمها جزيره جاوه. جزيره ايه؟ جاوه. تمام؟ ومهم على فكره. بعد كده بيقول لك منطقه ذات كثافه سكانيه منخفضه ونادره، يعني السكان فيها قليلين. تعالى اهي رقم 8 فوق اهي، دي اسمها ايه؟ سهول سيبيريا. تعالى اسمها مستر سهول سيبيريا، اللي فيها انهار زي اوب ويانسي ولينا. دولة ظهرت نتيجة لرفضها استخدام اللغة الأردية كلغة رسمية. باكستان فرضت اللغة الأردية، ولكن يا مستر في جزء منها رفض، فأصبحت النهارده اسمها دولة بنجلاديش. تعال نشوفها. ادي يا صديقي بص حتة صغننة اهي جنب الهند. حتة صغيرة جنب الهند، اسمها ايه يا صديقي؟ بنجلاديش. بعد كده بيقول لك من اعلى دول قاره اوروبا انفاقا على التعليم، يا اما هتكون برضك زي ما قلت لك حافظها، يا اما هتروح تجيبها من على الخريطه. تعالى دوله اسمها ايسلندا فوق اهي، الجزيره اللي فوق خالص دي. تمام؟ مش الكبيره، مش الجزيره الكبيره، اوعى، الجزيره الصغيره ده. تمام؟ اكتب يلا يا صديقي ايسلندا. بعد كده بيقول لك دوله تشتهر بصناعه الزجاج، لسه قايلينها، ولكن تعالى تاني معايا، ادي يا مستر اهي دوله اهيت اللي شبه الجزمه اللي قلت لك عليها دي، مش هقول لك عليها بسهم برقم 11، يبقى اسمها دوله مين؟ ايطاليا. ما عنديش غيرها اساسا كده كده في اوروبا، هي واحده بس. وبكده يا صديقي نكون حلينا معاك شويه خرايط من اللي انت بتخاف منهم،
ولكن ان شاء الله عايزك بس تقعد تذاكرهم وتتدرب شويه على الخرايط، يا اما تحفظ لك شويه دول تمام وتاكد عليهم. انا عارف ان هم كتير عليك بس معلش احنا بنحاول بس نعدي الامتحان تمام. يا اما ان شاء الله ممكن كمان تاخد الخرايط دي وتقعد كمان تحلها انت بايدك وتذاكرها. وزي ما قلت لك هسيب لك يا صديقي البي دي اف بتاع الخرايط دي في قناه الواتس. طب قناه الواتس فين؟ زي ما قلت لك هتلاقيها في اللينك تمام. اللينك هسيبه لك في الوصف تحت الفيديو تمام. ما تنساش برضو كمان تحاول انت تقعد تذاكر، وربنا يوفقكم جميعا وان شاء الله بالتوفيق والنجاح ليكم كلكم، ونشوفكم السنه الجايه ان شاء الله في ثالثه اعدادي. سلام.